داكشي اللي بداو كيديروا لنا الزواق وجابونا بساتيام وداكشي كله. اجي تشوفوا فين جابونا. جيو انا راه مهرس، انا راه كامل مهرس. شوفوا راه والله ما مفرشين على هادشي. شوفوا حوايجنا فين حاطينهم وشوفوا البلاكارات، شوفوا البلاكارات كيفاش دايرين. راه سميتو ديالنا ما كاينش في الخريطه هنا، ما كاينش في الخريطه. عباد الله تصور الناس المحسنين اللي جاو عندنا كنقولوا لهم اخبار قيادات سنه يعقوب، كيقولوا لنا انتم كاع ما كاينين في الخريطه. بتصور دابا حنا عرفتي شحال دابا هنايا راه 100 دوار كاين هنايا وما معروفينش في الخريطه، ما كاينش في الخريطه. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة للجميع، كنحيو كل الإخوان والمتابعين. الفيديوهات التي تصل من المناطق المنكوبة بالزلزال والمعاناة ديال الناس وديال المضاشير هناك يعني تؤلم، وحقيقة يعني مسألة غاية في الألم، وعكس ما يتم تسويقه سواء عبر شاشات التلفاز أو عبر المواقع الإخبارية المدعومة من طرف الدولة اللي تستفيد من الدعم. الواقع هو واقع متأزم حقيقة. ومثلا هي قضية إعادة التلاميذ للمدارس والدراسة، تم تسريب فيديو، تم تناقل فيديو يقال على أنه لإحدى التلميذات من المناطق المنكوبة. طبعا الشاشة العمومية سوقت أنه عودة الدراسة في المناطق المنكوبة تمت على أفضل ما يكون، وتم تسويق صورة جميلة وكذا أن الدراسة ستعود وكل شيء على ما يرام. لكن الذي لا تعلمه القناة الأولى ولا القنوات العمومية هو أن احنا في واحد الزمن ديال الهواتف اللي كتنقل الصورة. حنا في واحد الزمن آخر، نسى ديك الزمن ديال الماضي اللي كنت كتسوق الصورة اللي بغيتي انت. كاين هواتف، كاين كاميرات تنقل لك الواقع واخا تكون انت ما باغيش ديك الواقع يوصل للناس. وهنشوفوا هذا الفيديو المتداول والمنتشر حول إعادة الدراسة في المناطق المنكوبة. المهم معكم التلميذات نتنمل. بغينا نقولوا لكم راه داكشي اللي بداو كيديروا لنا الزواق وجابونا بساتيام وداكشي كله. اجي تشوفوا فين جابونا. جيو انا راه مهرس، انا راه كامل مهرس. شوفوا راه والله ما مفرشين على هادشي. شوفوا حوايجنا فين حاطينهم وشوفوا البلاكارات، شوفوا البلاكارات كيفاش دايرين. راه مهرسين كلهم وشوفوا كيفاش دايرين. كنا خلونا تما راه بخير. شوفوا البلاكارات كيفاش دايرين حتى هما. يا والضواو راه حتى هضرنا عاد داروا لينا، جينا ما لقيناش كاع الضواو. البارح راه بتنا لتحت هنايا راه ما كاينينش الضو، ما كاين والو. شوفوا البلاكارات، شوفوا البنات فين حاطين حوايجهم. ها هما شوفوا السراج، شوفوا هادشي كيفاش. شوفوا البنات، شوفوا هاد البيت هي كيفاش دايره. وهنا راه كاينين بنات، هنا راه كاينين بنات. شوفوا هنا كيفاش دايرين. شوفوا الناموسيه كاع ما كاينه. هادشي كامل من الفوق ما كيعطونا حتى باش نتغطاو. شوفوا تما يلاه شكون غيجلس لهم هنايا. نوريكم الدوش والطواليت كيفاش داير. شوف الدو راه ما داروش حتى قلناها لهم، حتى بدينا كنقولوا لهم راه ما عندناش ها هو الدوش. واش حنا هما اللي غنبقاو هنايا العام كله وكاينين الناس ما عندهمش فين يمشيو؟ ما كاين لا دوش لا والو. ها هو الدوش عندنا ما كاينش. ما كاينش الماء، ما كاينش. صورة نقلتها إحدى التلميذات أو الطالبات من المناطق المنكوبة كما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي. فبالتالي لماذا تسويق الوهم؟ لماذا تسويق الوهم على عبر الشاشات العمومية؟ لماذا إعطاء صورة غير الصورة الحقيقية؟ لماذا يتم التعامل مع أبناء المتضررين والمناطق المنكوبة بهذه الطريقة ونسوق أن كل شيء على ما يرام في الشاشة العمومية؟ لماذا عوض أن نعالج الخلل وأن يتم الوقوف على مكامن الخلل؟ لأن هذه المناطق مناطق معزولة، مناطق منكوبة، ومناطق يعني هي ماشي منكوبة الآن، هي منكوبة منذ عشرات السنين. مثلا نسمعوا واحد البنت كذلك كتهضر على المناطق ديالهم سميتو الحضاريه هنايا راه ما كاينينش. تصور حنا دابا هاد سميتو ديالنا ما كاينش في الخريطه هنا، ما كاينش في الخريطه. عباد الله تصور الناس المحسنين اللي جاو عندنا كنقولوا لهم اخبار قيادات سنه يعقوب، كيقولوا لنا انتم كاع ما كاينين في الخريطه. تصور دابا حنا عرفتي شحال دابا هنايا راه 100 دوار كاين هنايا وما معروفينش في الخريطه، ما كاينش في الخريطه.
والاخر هو الرئيس الجماعه اللي كنصوتوا ليه، اللي حنا عندنا بالنا راه كنصوتوا وصوتنا كيوصل للمسؤولين. لقينا حنايا ما طلش علينا ما عرفناش كاع. حنا وجهو حاليا ما عمرو ما طلش لنا هاد اليامات. هز لابيلانس اللي الناس محتاجينها باش يهزوا فيها الاموات والناس اللي مرض، هزها ودار فيها السلعه كيطلع للدوائر الاخرين، الدوائر اللي هو من جهتهم. يلا ماشي الظلم هذا، ماشي الظلم، ماشي الاستغلال هذا، ماشي الاستغلال. والناس اللي مسؤولين اللي هما جالسين في كرسي البرلمان، راه هاد الناس هما اللي مطلعينهم، راه هاد الناس ديال الجبوله راه هما اللي مطلعينهم. وهنا كنتسائلوا لان بعض الناس قالوا ان سبب رفض الدوله المغربيه للمساعدات وباش يجيو فرق ديال اللي يقدموا مساعدات من دول اجنبيه، قال لك لان التهميش اللي كاين في هذه المناطق، قال لك لان هذه المناطق منسيه كانها تعيش في قرون اخرى ليست في قرننا، ظهور معزوله، طرق صعيبه باش توصل لها، عدم الاهتمام بالناس وبهذه المنطقه بحد ذاتها. ربما يكون الزلزال رحمه، والزلزال دا واحد العدد ديال الضحايا، لكن ربما يكون رحمه باش يستفيقوا هاد المسؤولين من الواقع ديال هاد الناس اللي هما يعني واحد الفتره فرنسا سمت المغرب النافع والمغرب غير النافع، وسمت المناطق ديال النفوذ ديالها بالمغرب النافع، والمناطق التي ليست لديها نفوذ بالمغرب غير نافع، كأن هؤلاء من المغرب غير نافع، يعني لا يلتفت لهم ولا ينظر إليهم ولا يهتم بهم. والمسؤولين طبعا كما شفنا الحزب ديال اخنوش كيجيو في فتره الانتخابات باش يستغلوهم ويديو الاصوات ديالهم ويركبوا عليهم وينسوهم حتى المره اللي ما جا كيف ما قالت البنت. فالناس ما كاينينش على الخريطه. وكاين اللي قال ان هذا هو السبب ديال رفض المساعدات، السبب ديال رفض المساعدات باش ما يتكشفش الحقيقه المأساويه اللي كيعيشوها هاد الناس في الدواور المعزوله في هذا الواقع. فبالتالي هذا الفيديو هو ماشي ديك الصوره اللي كتنقل في التلفازه، ماشي ديك الواقع اللي كيحاولوا يسوقوه لنا في التلفازه، واننا في زمن مواقع التواصل، في زمن الهواتف الذكيه، وفي زمن الكاميرات اللي كاينه في الهواتف التي قادره على نقل الحقيقه رغم ان هناك الكثير لا يريد ان تصل الحقيقه. هذا هو الواقع، وهذا هو الحقيقه ديال معاناه جزء من ابناء هذا الشعب. جزء من المغاربه كيعانيوا معاناه حقيقيه بسبب تسويق الاوهام في التلفازه العموميه وكذا. لماذا لا تنقل الحقيقه كما هي؟ لماذا لا نعالجها كما هي؟ ام ان ذيك المسؤولين والمنتخبين والبرلمانيين ديك المنطقه يتحرجوا؟ ام ان العمال وعدد من المسيرين يتحرجوا لانهم نسوا هذوك الناس منذ سنين؟ ودابا حاليا عوض وقع الزلزال قدر الله، عوض اننا نعالجوا ما يمكن علاجه ونستفيق ونفيقوا ديك المعاناه ديك الناس ونحسنوا الاوضاع ديالهم كما يجب، يتم تسويق الوهم واعطاء صوره مغلوطه ان الامور ماشيه وكل شيء خدام وكذا، مع العلم ان الفيديوهات التي تصل تنقل عكس ذلك تماما. وهذا ان دل على شيء فانما يدل على ان هناك بعض المسؤولين وهناك جهات باقا ماشيه بنفس العقليه، ويخليوا هذه المناطق منكوبه، ماشي منكوبه بالزلزال لكن منكوبه بالتهميش، ومنكوبه بعدم الاهتمام، ومنكوبه بالاستغلال، ومنكوبه بطريقه ديال العقليه ديال التسيير التي لا تخدم مصلحه المواطن ولا تهتم بمصلحه المواطن، انما الاهتمام يكون بما يجنيه المسؤول من ارباح على ظهر ذلك المواطن الذي يعاني. الله المستعان ولا حول ولا قوه الا بالله. هذا واقع من واقعنا الذي يسوق لنا عكس الحقيقه. التلفازه العموميه كتسوق لنا الحاجه اللي مزيونه، هي ان كل شيء خدام وامور ماشيه وكذا وهذه. اما هذه الالام وهذه الماساه، مع العلم ان الاعلام هو دوره نقل الحقيقه من اجل علاجها، لكن عندما يكون مسؤول بدون ضمير خصو يسوق الوهم باش يبقى هو على الهرم في القياده ويمشي كيف ما بغى ويسير كيف ما بغى، والمواطن يبقى مطحون دائما. ولا حول ولا قوه الا بالله. ختام نحيي الجميع، مرحبا بكل ارائكم وتفاعلاتكم. إن عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك معنا في القناه، والى فيديو اخر نحييكم. السلام عليكم.